جدا مهم، جدا 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 مهم. يعني هو يعتبر أقوى موضوع عندنا بالتكامل، اللي هو تكاملات الدوال المثلثية. والدوال المثلثية معروفة، العائلة الكريمة، الساين والكوساين، والأب والأم، تان والكوتان، الأولاد الاثنين، السيكت والكوسيكت، آخر نقطة، 6 أب وأم اثنين والاثنين. المهم طبعا دولة درست مشتقاتهم بالخامس، ودرست مشتقاتهم بالفصل الثالث اللي هو تفاضل، واليوم تدرس مشتقاتهم وتكاملهم. فراح يصير عندي مزج بين المشتقة مالتهم والتكامل مالتهم. احنا ايش راح نسوي؟ الموضوع راح نقسمه إلى أجزاء، وكل جزء له ملاحظات حتى نقدر نسيطر عليه. يعني سأل عنوان تكاملات الدوال المثلثية. ماشي، شوف هنا. أولاً تكاملات على الجدول. الجدول مال المشتقة مالتهم، والجدول راح أقسمه A و B أسويه. طبعاً بالمناسبة راح يصير عندي 3 محاور، خليك وياي. 3 محاور، أولاً وثانياً وثالثاً. أولاً تكاملات على الجدول، ثانياً تكاملات مشتقة الدالة أنا أسميها دالة جنبها مشتقتها، أروح بالتصنيف. وثالثاً التكاملات الأس الزوجية بالنسبة للساين والكوساين. 3 محاور. هذا المحور الأول BA و BB كم مقسمين، والأي هم في تقسيم. قبل ما نجي ندخل بالأمثلة تعالوا وياي هنا شوية الملاحظة. احنا دارسين الساين والكوساين كل من مشتق. يلا وياي. ساين AX يعني هذه شنو زاوية؟ هم اختاروا زاوية A و X. الأي مثلا ثابت والإكس متغير بشكل عام. وعندي من الآخر من هو كوساين اللي هو AX. خلينا ناخذ دول الاثنين. بالتفاضل شنو مشتقة الساين وشنو مشتقة الكوساين؟ مشتقة الساين كوساين. شوية اعطي مجال. كوساين AX هذا المجال المن في مشتقة الزاوية. الزاوية من هي؟ AX. الزاوية الزاوية بشكل عام AX. شنو مشتقة AX؟ A. والزاوية مشتقتها تكتب قبل الدالة كترتيب. قلنا كلهم في مشتقة الزاوية بس. هذا مشتقة الساين. إذا يلا احفظ. ماكو بالبيت احفظ، لا تحفظ. شنو مشتقة الساين؟ كوساين. أما مشتقة الكوساين سالب ساين. ناقص في مجال ساين AX في منو؟ في A. هاي الأي شنو؟ مشتقة الزاوية. بس دول نريدهم هسه حاليا. هذا الحكي بالتفاضل. بالتكامل ايش راح يصير؟ راح يصير بالعكس. بالتكامل راح يصير بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ يعني شوي هي بس تركيز بالبداية تحفظها بعد كل شيء أمور. ما حفظتها لا والله بالقرقرة. شنو مشتقة الساين؟ إشارات، يعني موجب. لا الكوساين شنو؟ سالب. التكامل الإشارة بالعكس ومقلوب مشتقة الزاوية. يعني أنت ذكرت تكامل بالعكس، تجيب بالعكس إشارة مقلوب الزاوية. خليك تبارك على هاي الكلمة. إذن بالتكامل شو رأيك؟ بالتكامل أولاً منو؟ ساين AX. يلا واحد. هنا الساين بالمشتقة إشارتها شنو؟ موجب. بالتكامل راح يصير سالب كوساين AX. هنا في مشتقة الزاوية في أي هنا في مقلوب مشتقة الزاوية. يعني شو يصير؟ 1 على A. ماشي؟ الأي رقم 2 من هو؟ الكوساين AX. هنا كانت شنو مشتقته؟ سالب. هنا شو راح يصير؟ موجب. اعطي مجال. موجب منه؟ ساين AX في مقلوب مشتقة الزاوية 1 على. أنا بالامتحان شو أسوي؟
طبعا تقدر انت بالامتحان مرات تحتاج بنفس السؤال تحتاج مشتقة السالب وتكامل السالب نفس السؤال صعبة يراد تركيز. هسه احنا ايش راح نقول؟ يعني بالامتحان هسه انا ايش اقترح؟ اقترح حكم بالذهن ان احتاجات المشتقة عندنا ذهن وان احتاجات التكامل اضرب الاشارة واضرب الزاوية. يعني شوية اصلا بالله خلينا نجاوب. شنو مشتقة الساين؟ كوساين. شنو مشتقة الكوساين؟ ساين. لاني حافظها. وحتى اكتبهم يمني، حتى بالامتحان اكتبهم بعدين تسحب مو مشكلة. اجي التكامل الساين، انا ما حافظ تكامل الساين، حافظ بس المشتقة. وياي؟ بس المشتقة مال الساين قدامي مكتوبة، انا كاتبها بالامتحان. والله مشتقة الساين كوساين. اذا التكامل ايش راح يصير؟ ساين. فهم الساين؟ مشتقة الكوساين انا حافظ شنو؟ ساين وساين. اذا شنو تكامله؟ موجب. ماشي؟ اذا احفظ جدول واحد، بس احفظ الجدول المشترك. وبالتكامل اضربه. واضرب الزاوية. تعال يلا استنى. تعال يلا. جي تكامل ساين هذه منو هذه؟ هذه زاويته. هاي زاوية كلها تابعة هنا. يلا وياي. أول شيء ما أقول هذا تكامل الزاوية نشتقها وشنو؟ نقلب. صح لو لا؟ يلا شنو مشتقة 2 x زائد 4؟ 2. اقلبها ايش راح تصير؟ 1 على 2. مضبوط؟ خلصنا منها هاي؟ خلصنا.